ما تخافيش، هريحه وانفذ لك طلباتك، ما يكونش عندك فكره. والبروفا امتى؟ البروفا امتى؟ انا عندي شغل. طيب بعد 3 ايام تتفضلي تعملي بروفا، وبعد 3 ايام تستلمي الفستان. كويس. تسمحي اخد المقاس؟ اتفضلي. يا حليمه هاتي ورقه وقلم، تعالي. حاضر. يا سلام، جسمك جنان. 45. حاضر. 45. 36. 36. 75. 75. طيب دراعك يا فندم. طيب الفستان هيطلع هوسه وبكره هفكرك. على الله. طيب استأذن انا بقى، ميعادنا بعد 3 ايام ان شاء الله. اوروفوار يا ناهد. رفاري عليا هاني، انست وشرفت. الله يأنسك يا حبيبتي. متأسفة يا حلمي، متأسفة اتأخرت عليك شوية، أصلها زبونة جديدة. لا قومي بقى حضري الاكل قبل ما حد يجي تاني. طب ما تيجي ناكل على الترابيزة اللي في المطبخ أحسن. ما فيش مانع يا ستي. يلا يا سيدي. يا سلام عليك يا ناهد، اهي دي الاكله اللي انا بحبها قوي. مش قلت لك اوعى تكون زعلان مني اللي اتأخرت عليك، لكن انت السبب، اتأخرت لغاية ميعاد شغلي ما جه. معلش يا ستي، ادي احنا طول عمرنا كده. الله، امال فين وفاء؟ مش سامع لها صوت. وفاء النهاردة عندها امتحان وخرجت من الساعة 3. البنت دي تعبت كتير السنه دي، اهي اخر سنه ليها وربنا ياخد بيدها. ولا اخواتها يا حبة عيني، تخلص مذاكرتها من هنا وتنتبه لاخواتها من هنا. هتعمل ايه يا ناهد؟ هتعمل ايه؟ ما هي عارفه البير وغطاه. الحقيقة يا حلمي البنت عاقلة قوي وفاهمة الحياة كويس قوي. كل طلبة كلية التجارة كده، حياتهم بحساب وخطواتهم بحساب. يا ترى هتعمل ايه لما تتجوز؟ ايه، ربنا ياخد بيدها ويجيب لها عدلها. يا رب يا رب اشوفك يا وفاء يا بنتي وانت كده في مركز عظيم. الحمد لله يا حلمي، احنا كنا فين؟ الحمد لله الحمد لله، انا شبعت. لما اقوم انا بقى انام لي شويه. طيب اخويا، وانا هقوم اشوف شغلي. وفاء اهلا مجدي. ايه انت اتاخرت في الامتحان ليه؟ اعمل ايه؟ ده حته امتحان. هو البكالوريوس لعب؟ دي السنه دي بالسنين كلها. ايوه فعلا. تصور يا مجدي، انا قعدت اذاكر من الفجر لغايه ما جيت اللجنه. ياه. وانت عملت ايه؟ لا ما تخافيش عليا، كله تمام. اهلا مجدي. اهلا فتحي. اهلا. ها عملت ايه يا مجدي؟ لا كويس قوي. وطلعت مجمل الربح كام يا ترى؟ 5800 جنيه. الله، والارباح والخسائر؟ الارباح والخسائر يا سيدي افتكرت. ها 2650 جنيه. ها ليه بقى؟ امال الاستهلاك يطلع كام على كده؟ 150 جنيه. طب والمصاريف الاداريه؟ 340 يا جنيه. سلام يا سلام، يبقى كله عندي صح. برافو يا مجدي، برافو. يا سلام. ايه طمنيني، وانت عملت ايه؟ انا مطمئنه لكل اجاباتي. طيب عن اذنكم بقى يا جماعه. طيب اتفضل، مع السلامه. سلام عليكم. سلام. انما قولي لي، نعم. ايه الشياكه دي كلها؟ تعرفي فستانك النهارده جنان. فستان الامتحان؟ لا ده فستان البكالوريوس. ان شاء الله انا وانت يا مجدي. وان شاء الله كده لو ربنا خد بيدنا ونجحنا هيكون موقفنا ايه؟ من جهه ايه يعني؟ اقول لك، يعني كنا الاول بنشوف بعض كل يوم، ودلوقتي هتفرقنا الايام طبعا. ومين اللي قالك كده؟ الجامعه. بالعكس، مين عارف. يعني موافقه؟ على ايه؟ بعدين معاكي بقى يا وفاء. ما تسيب الحكايه دي يا مجدي دلوقتي لغايه ما تظهر النتيجه. تبقي موافقه. المهم موافقتك انت وعيلتك. وهم يلاقوا واحده اجمل ولا اكمل منك؟ مين عارف الظروف يا مجدي. انت خايفه من حاجه؟ من ناحيتي انا لا. وانا كمان من ناحيتي لا. نبقى نستنى شويه، ما نسبقش الحوادث. مش كفايه السنين دي كلها؟ انا من النهارده همهد للحكايه عند بابا وماما. طب افرض انهم رفضوا. لا مش ممكن، انا عارف بابا وماما كويس. افرض يعني. انت عايزاني افترض حاجه مش معقوله؟ كل شيء جايز. هو صحيح بابا شديد شويه، انما ماما تقدر تيسر لي كل حاجه. واذا كان هيعترض طريقنا عقبات تقدر تذللها. مفيش حاجه اسمها عقبات قدام الحب. مادام كده تسمح لي اكلمك بصراحه شويه يا مجدي؟ او اتفضلي. تقدر تقول لي ايه اللي عرفته عني؟ اولا زميلتي،
وثانيا حبيبتي، وثالثا كل حاجة فيكي كويسة، أخلاقك وطبعك وأصلك. كل ده كويس وأشكرك عليه، إنما منين عرفت أصلي؟ كل إناء ينضح بما فيه. طيب مش أحيانا بيكون الأصل كويس إنما الزمن مش كويس؟ طب واحنا مالنا ومال الزمن بقى؟ دلوقتي أنا مؤمن بحبك ومعتقد إن مفيش حاجة أبدا هتقدر تقف قدامنا. حتى أهلك؟ أهلي كل أمنيتهم سعادتي، وإنتي سعادتي. والله يا مجدي أنا خايفة من أهلك. وليه الأوهام دي بس؟ لا دي مش أوهام، إحنا بتوع حقائق وأرقام وتعلمنا كده. طب تسمحي تقولي لي خايفة من أهلي ليه؟ في فرق بين عيلتنا وعيلتكم. أنت باباك دكتور كبير وأنا بابايا موظف صغير. بقى دي أفكار واحدة خريج التجارة؟ طبعا لا، بس أنا بتكلم بعقلية المجتمع اللي احنا عايشين فيه. مفيش حاجة دلوقتي اسمها غني وفقير، كلنا واحد. ده كلامك انت يا مجدي ودي الحقيقة، بس تقدر تقنعهم بكده؟ ولا باباك انت زي ما بتقول باباك شديد؟ عجلة الزمن أسرع من بابا ولازم يجريها. وإذا اعترض تقدر تخالفه؟